التحول اللي حصل ده غير بشكل كبير الرأي العالمي، والموضوع بقى ملاحظ مش مخفي على حد، وبقينا نشوف مظاهرات وفعاليات داعمة لفلسطين في كل مكان، والجماعات في أوروبا وأمريكا ما بقتش بتخلص من مظاهر الدعم لفلسطين والمطالبات الكتير بقطع الشراكة والتعامل مع الكيان. مغنيين وممثلين كتير جدا أصبحوا من مناصرين القضية الفلسطينية وبيعلنوا ده بشكل رسمي سواء في حفلاتهم أو في ظهورهم الإعلامي. مؤثرين كتير كانوا داعمين للصهاينة وفكرهم اتغير تماما زي بيرس مورجان وغيره، ولقينا سياسيين ونواب ومفكرين توجهاتهم اتغيرت برضه وبقوا بيدعموا القضية بشكل علني، حتى إن دول كتير أعلنت نيتها رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، واللي أكيد من أهمهم بريطانيا وفرنسا وكندا. وأنا باعتقادي الشخصي إن لو فعلا الدول ديت اعترفت بفلسطين وخاصة فرنسا وبريطانيا هنلاقي طوفان من الاعترافات والدعم من دول كتير جدا حوالين العالم لفلسطين، وكأنه طوفان الأقصى مداه سمع في الدول دي اللي كانت أبعد ما يكون عن دعم القضية الفلسطينية. السيناريو اللي شفناه خلال السنتين اللي فاتوا دول من بداية الحرب ولحد الآن بيدينا مؤشر قوي على عودة فلسطين من جديد.